السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده أهلا وسهلا بكم أولا في فيديو جديد من قناة يوميات عماد وداليا لخدمات المواقيت. النهارده هنتكلم في إيه أفضل وإيه أحسن. بمعنى إيه؟ طبعا المرحلة الجاية كلها هتبقى اللي عايز يجيب عربية، أوكي؟ فاللي بياخد تكافل وكرامة وبياخد تومين لازم يحسبها صح. أنت النهارده لما تيجي مثلا تعمل جوابك، ماشي، انت يا معاك فلوس تجيب عربيه، ماشي، اوكي، ادخل العربيه اللي انت عايزها طالما ربنا موسع عليك، تمام. لان برضو المرحله الجايه احنا مش عارفين اسعار العربيات هتبقى ايه. يعني طبعا في شائعه بتقول ان احتمال تبقى 1200 سي سي، فطالما 1200 سي سي ممكن تنزل عربيات ايه يعني اقل في السعر، ماشي. فانت النهارده كعميل معاك فلوس تجيب العربيه ديت اللي بيقولوا عليها، اكيد، تمام. طب لو انت معكش فلوس يبقى انت كده تحسبها صح بالورقه والقلم، لان انت في حال انك جبت عربيه هتخسر التومين بتاعك وهتخسر تكافل وكرامه، ماشي. فاختار صح. انا رايي الصح لو انت معكش فلوس يبقى خليك في تكافل وكرامه وتضمن التومين بتاعك. لكن لو معاك فلوس خلاص امشي في موضوع العربيه، ماشي. الحاجه التانيه تاكيدا على اللي انا قلته قبل كده، كارت الخدمات مهم جدا 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 جدا. محدش يا جماعه يستهون بيه. يعني اي حد بياخد معاش ما يستهونش يقول لك لا احجز بنفسي، انا هعرف احجز. لا، الكلام ده مش صح. لازم حد يكون عنده خبره على الاقل يحاول يوجهك للصح، ماشي. لان انت لا قدر الله لو انت بتاخد معاش مثلا ورثه، ماشي، وسقطت، خلاص معاشك هيتقطع، ماشي. لكن لو انت بتاخد معاش عن نفسك ده ملوش علاقه، ده ما يتقطعش. فاحسبوها كويس. انت مثلا بتاخد تكافل وكرامه، ماشي. بجد الكارت بتاعك لازم الكارت تنجح فيه عشان معاش ما يتقطعش. لو بتاخد معاش ورثه برضو لازم برضو. الموضوع مش مبقاش بسيط تقول احجز لنفسي، لا، اشوف برضو حد يكون عنده خلفيه يساعدني عشان ابقى ضامن نجاحي اكتر. لان لا قدر الله لو انت الكارت بتاعك انتهى وبتاخد معاش ورثه وما طلعش الكارت واترفضت، معاشك هيتقطع. انا بس باكد عليكم ايه في كل الايه الحاجات دي كلها. اخيرا بقى اي حد عايز اي موضوع نتكلم فيه يبعت لي وانا اعمل له فيديو بيه، ماشي يا جماعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.